حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديده. وكمان يا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو. حبايبي واصحابي على فيسبوك ما ننساش نعمل لايك للفيديو ومتابعه للصفحه وشير للفيديو. والناس اللي محتاجه قراءات خاصه تتواصل معايا على رسائل صفحه الفيسبوك. النهارده هنعمل مع بعض قراءه، هنشوف خطط حبيبك ليك، ايه اللي هو مخططهولك، ايه اللي هو مجهزهولك، ناوي لك على ايه، كمان نواياه تجاهك، ولو بيفكر فيك ازاي. هنشوف كمان نظرته ناحيتك وايه الخطوات وايه التطورات اللي هتحصل. هنشوف مع بعض كده بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، طيب هنبتدي مع بعض بسم الله. طيب بداية كده انا شايفة ان العلاقة دي شوية متدخل فيها طرف ثالث، شايفة ان في حد متدخل في العلاقة ما بينك وما بينه. في حد مسبب مشكلة في العلاقة ما بينك وما بينه، فشايفة ان في تدخلات شوية. تمام. التدخلات دي ممكن تكون شخص، يعني هو في علاقة تانية، او ممكن يكون اهل، او ممكن يكون ظروف، او ممكن تكون ظروف اجتماعية او ظروف مادية، ايا كان اي عائق او اي حاجة واقفة ما بينك وما بين شريكك، او ما بينك وما بين حبيبك، دي بتكون بالنسبة لنا طرف تالت. تمام. طيب شايفة شوية ان الشخص ده يعني شوية خارج من طاقة سلبية، يعني شوية كان في طاقة سلبية الفترة اللي فاتت، كان عنده تفكير، تعب، قلة نوم. شايفة ان هو خارج منها لطاقة احسن شوية، طاقة فيها رغبة في الحياة، رغبة في العمل. فشايفة ان طاقته بتتحسن عن الفترة اللي فاتت، او يعني في تطور، او ان هو خارج من طاقة وحشة لطاقة احسن. تمام. طيب شايفة كمان ان هو بيفكر كتير جدا، شايفة بيرتب أولوياته، بيشوف ايه اللي ممكن هيعمله الفترة الجاية، بيشوف هيستمر في ايه، هيسيب ايه، بيحاول ان هو يرتب لحياته الفترة الجاية. تمام. شايفة شوية ان العلاقة دي شوية بتمر بأزمة، يعني العلاقة دي فيها تباعد، فيها انفصال، فيها خصام. شايفة ان انتم متباعدين شوية، لان انا شايفة ان طاقة التباعد مسيطرة جدا على القراءة عندي. تمام. طيب هو كمان حاسس ان ظروفه المادية، او حاسس ان وضعه المادي مأثر شوية على العلاقة. تمام. حاسس ان ظروفه صعبة وده مصعب الموقف. شايفة ان هو عنده مشاعر تجاهك، مش هنقول ما عندوش، لا، شايفة ان هو عنده مشاعر تجاهك. سواء انتم مع بعض في علاقة او انتم منفصلين، في مشاعر حلوة من ناحيته ليك، سواء انتم مع بعض او انت في مكان وهو في مكان. تمام. بيفكر فيك كمان بحنين وبرومانسية. حتى لو في صمت، حتى لو في قطيعة ما بينك وما بينه، فهو بيفكر فيك بصورة كبيرة جدا. تمام. طيب بس هو شوية زي ما قلت لك، الشخص ده فيه حواليه ناس، وللأسف هو شوية بيسمح بتدخلات الآخرين، أو من النوع اللي بيحب يحكي كتير أو يتكلم كتير، فده بيضايقك وده بيسبب لك مشكلة وبيسبب لك يعني أكيد خنقة، إن أنت ما بتحبش حد إن هو مثلا يتدخل في حياتك أو يتدخل في علاقتك معاه. تمام. طيب الأبراج اللي ظاهرة قدامي: السرطان، الحوت، العقرب، والميزان، والجوزاء، والدلو. طيب هنكمل مع بعض، هنشوف طاقتك انت بقى واحوالك ايه ودنيتك فيها ايه. بسم الله. اوكي ماشي. ماشي. طيب طاقتك انت بقى،
شايفة ان انت طاقتك عندك حزن شديد جدا، عندك وجع، عندك ألم، مش مبسوط، مش مرتاح. حتى لو لسه مرتبطين، يعني حتى لو مش منفصلين، حتى لو الشخص ده معاك فانت برضو مش مرتاح. خايف ان هو ينسحب، خايف ان هو يبعد، خايف ان هو يخرج من حياتك، خايف ان اللحظة دي ما تكملش. خايف ان هو يتخلى عنك، مش حاسس خالص بالأمان. حاسس ان العلاقة دي في اي وقت ممكن تتهد، ده لو ما كانتش ان هي اصلا اتهدت يعني. كمان شايفة ان انت عندك شوية شكوك، عندك شكوك ناحية الشخص ده. في شكوك عندك ان هو مثلا كذب عليك، ان هو خانك، يا اما بتشك فيه يا اما كمان بتشك في اللي حواليه. يعني يا اما زي ما قلت لك شاكك فيه ان هو خانك او ان هو كذب عليك، او بتشك ان مثلا حد بعده عنك، قال له كلام وحش، حد وقع ما بينك وما بينه، فلا انت مرتاح له ولا مرتاح للي حواليه. دايما عندك طاقة شكوك وعندك طاقة ايه، ان انت مش مرتاح. تمام. شايفة ان انت محتاج قوي 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 مصارحة. نفسك الشخص ده يصارحك، نفسك الشخص ده يفتح لك قلبه. عندك كلام كتير قوي قوي عايز تقوله له. تمام. عندك استفسارات محتاج ليها إجابة. وللأسف ده مش موجود، لأن الشخص ده دايما بيتهرب منك، ودايما بيتهرب من الكلام معاك، ودايما بيتهرب من الكلام في الأمور المهمة. تمام. انت نفسك ان انت تصارحه، عايز تكلمه، عايز تقوله حاجات كتيرة جدا بتدور جوه قلبك وجوه عقلك. نفسك ان انت تفتح قلبك وتتكلم معاه. برضو عندك نفس طاقة الحنين اللي عنده، بتفكر فيه بحنين وباشتياق، وعندك مشاعر حلوة ناحيته زي ما هو برضو عنده مشاعر ناحيتك. ما زالت المشاعر موجودة سواء من عندك أو من عنده. المشاعر ما بينك وما بينه لسه موجودة، ما انتهتش، ولسه يعني يعني مش كل واحد راح لحاله، لا، لسه المشاعر موجودة. طيب الابراج اللي ظاهره قدامي الدلو، الاسد، والحوت، وكمان الثور. طيب هنشوف بقى شايفك ازاي وبيفكر فيك ازاي. طيب شايفاه بيفكر فيك، يعني انا شايفه ان هو بيفكر فيك، والتفكير ده يعني شويه لا اراديا، يعني مش بمزاجه. تمام. بيفكر فيك يعني بمزاجه او غصب عنه. تمام. تعبان جدا في بعدك، مكسور وحزين، مش مبسوط، زعلان على العلاقه، لان هو شايف ان العلاقه دي ادت له سعاده كتيره جدا. آه، بيتمنى ان هو يكون معاك، وزي ما قلت لك تفكيره فيك ده مش بمزاجه. تمام. آه كمان هو طول الوقت بيفكر في القيود اللي عنده، حاسس طول الوقت ان هو عنده قيود، حاسس ان هو مش واخد حريته، حاسس ان هو متكتف متأيد. تمام. وفي نفس الوقت حاسس ان هو مش قادر ان هو يتخلص من القيود دي، او ما عندوش القدرة ولا القوة ولا الشجاعة ان هو يتخلص من القيود دي، مش قادر ان هو يتخلص منها. دايما بيبص لظروفه، ودايما بيبص لقيوده دايما. تمام. وطول الوقت شايف ان هو ضعيف، مش هيقدر يتخلص من القيود دي. يعني مش هيقدر ان هو دلوقتي خالص ان هو يتخلص منها. تمام. ولكن هو عنده امل ان العلاقة دي تنتصر، وعايز العلاقة دي تنتصر، وعايز العلاقة دي تكون احسن ويحصل فيها تطور احسن. تمام. لان العلاقة دي غالية على قلبه، وانت كمان شخص غالي على قلبه. بيحترمك وبيقدرك وبيعزك وليك مكانة في قلبه، وشايف ان انت تستحق كل خير، وشايل لك حاجات كتيرة جدا حلوة. في حاجات كتيرة جدا انت عملتها له ومقدرها، ومقدر اللي انت عملته علشانه، وزي ما قلت لك ليك مكانة قوية جدا في قلبه. تمام. لكن مشكلة البعد، او ان هو دلوقتي بعيد عنك، او ان هو دلوقتي مش بيتواصل معاك، فده مضطر ليه، مش بمزاجه، غصب عنه. بيحلم هو بالنسبه له ان هو يتواصل معاك، ده بالنسبه له حلم، بيحلم ان هو يتواصل معاك، بيحلم ان هو ياخد خطوه ناحيتك. نفسه ان هو يبعت لك رسائل. وممكن يكون فعلا بيعمل كده وبياخد خطوات وبعد كده بيتراجع. تمام. يعني ممكن يكون بياخد خطوات ان هو مثلا يتصل بيك او يكلمك، وبعد كده بيتراجع تاني عن الخطوه دي. تمام. شايفه ان هو دايما عايز يتواصل معاك، دايما عايز يسأل عنك.
مش بس علشان يعرف اخبارك، لا، لان هو محتاج لك جدا، عايز يحكي لك، عايز يشكي لك، عايز ياخد رايك في حاجات كتيره جدا، عنده كلام عايز يقوله لك. ولكن المشكله في الخوف، عنده خوف. تمام. لان هو كمان حاسس ان اي مكالمه هو هيكلمها لك او اي رساله هو هيبعتها لك معناها ان انتوا هترجعوا، وان الرجوع قريب، وهو للاسف غير مستعد دلوقتي للرجوع. دلوقتي مش قادر ان هو يرجع، هو لسه في طاقه التباعد، لسه ما قدرش ان هو ياخد خطوه الرجوع. تمام. شايفه ان هو بيفكر ينهي المشاكل اللي ما بينك وما بينه، حتى لو هو مختفي، حتى لو هو بعيد، فهو قاصد ان هو يختفي. لان زي ما قلت لك هو ما عندوش القدره ولا القوه ولا الشجاعه ان هو يواجهك دلوقتي، لان هو كمان عارف ان انت جواك كلام كتير، وجواك مشاعر كتير، وجواك اسئله كتير جدا، وهو بيهرب من المواجهه، لان هو عارف ان هو مش قادر ان هو يواجهك، او مش قادر ان هو يجاوب على اسئلتك، او مش قادر ان هو يبرر لك تصرفاته او اللي هو بيعمله. تمام. شايفه ان هو واخد بريك شويه مع نفسه، منعزل كده، واخد بريك مع نفسه، عايز ياخد قرار منفرد بدون اي ضغوط، لان هو بيعتبرك ان انت ممكن تكون نقطة ضعفه، وممكن تكون بتأثر على قراراته، تأثيرك قوي عليه. فهو عايز ياخد قرار تجاهك وتجاه العلاقة، ولكن بمفرده لوحده وهو بعيد. شايفة ان العلاقة دي شوية فيها شوية اخطاء، في اخطاء منه واخطاء منك، بس الاخطاء منه اقوى. فشايفة ان العلاقة دي محتاجة تسامح. لو انت قدرت ان انت تغفر، ولو انت قدرت ان انت تسامح من قلبك، العلاقة دي هتستمر وهتكون قوية جدا، وهتكون احسن بكتير من دلوقتي. طيب الابراج اللي ظاهرة قدامي: الحمل، الجدي، العذراء، العقرب. طيب هنشوف بقى شايفك ازاي وبيفكر فيك ازاي. ماشي. طيب شايفة ان الشخص ده ضميره بيأنبه يعني بصورة قوية جدا، شايفة ان عنده احساس قوي جدا بتأنيب الضمير، لان هو عارف ان هو سبب لك وجع كبير جدا، عارف ان هو وجع لك قلبك، عارف ان هو سبب لك مأساة بسبب بعده عنك. وشايف نفسه ان هو بدل ما يدخل حياتك ويصلحها، فهو دمرها. تمام. فشايف نفسه ان هو شخص سمم حياتك، او شخص اذاك، او شخص اذى حياتك، بدل ما يكون حاجة حلوة بالنسبة لك بقى حاجة سلبية. تمام. هو عارف انه وشايف سوري، ان اللي عمله معاك انت ما تستاهلوش، انت كنت تستاهل احسن من كده. وهو خلي بالك ما كانش يقصد، يعني كل اللي حصل ما بينك وما بينه ده هو ما كانش يقصده. تمام. دي مجرد اخطاء منه، او تسرع، او غرور، او تعالي. تمام. وهو كمان شايف ان وجود الطرف الثالث هو سبب كل المشاكل اللي ما بينك وما بينه، وشايف ان هو اضطر ان هو يعمل كده، او ان هو يبعد عنك بسبب ظروفه. تمام. وشايف ان حياتك من غيره هتكون احسن. تمام. لان هو زي ما قلت لك شايف ان هو سمم لك حياتك، وعارف ان كل مشاكلك ظهرت لما هو كان موجود في حياتك، او لما هو دخل حياتك انت وهو بعيد عنك انت عايش احسن. تمام. كمان هو شايف ان انت شخص حساس قوي، انت شخص حساس جدا، وهو عارف كده. وشايف ان شويه الحساسيه الاوفر دي بتعمل مشاكل ما بينك وما بينه، ان انت اقل حاجه بتكبرها، او دايما بتاخد المواضيع على كرامتك، فده بيكبر المشاكل، او بيكبر المواضيع ما بينك وما بينه. شايفه ان الشخص ده وعدك وعود كبيره جدا، والوعود دي حقيقيه، خلي بالك مش بيضحك عليك، وعدك وعود، بيتمنى ان اليوم يجي وان هو يوفي بوعده. تمام. بيحلم باليوم اللي هيستقر فيه معاك، بيحلم باليوم اللي هتزول فيه العقبات والمشاكل اللي ما بينك وما بينه، واللي هيكون معاك، واللي هتحطوا بقى ايديكوا في ايدين بعض، وتنسوا كل اللي حصل في الماضي ده، وتبتدوا بداية جديدة مع بعض. تمام. لان هو خلي بالك طول ما هو شايفك مأذي هو مش مرتاح، ما تفتكرش ان هو يعني شايفك مأذي ان هو مبسوط، لا، طول ما هو شايفك مأذي وشايفك تعبان هو مش مرتاح، لان هو عارف ان هو السبب، وهو اللي سبب لك الأذى دوت، وعارف ان هو الغلطان. تمام. وهو دلوقتي قاعد مع نفسه وبيلوم نفسه، وبيرتب اوراقه زي ما قلت لك، وبيشوف هيعمل ايه الفتره الجايه. طيب هنشوف بقى ناويلك على ايه.
ماشي. بصوا بقى، هو بيفكر في المشاكل اللي حصلت ما بينك وما بينه، يعني مش مكبر دماغه، لا هو قاعد بيفكر في المشاكل اللي حصلت ما بينك وما بينه وبيفكر في حلول. مش عايز حد يتدخل، هو مش عايز تدخلات الفترة دي. تمام، مش عايز اطراف ثلاثية. تمام، عايز ياخد قراره لوحده. تمام. هو حابب ان العلاقة دي تتطور، حابب ان العلاقة دي تحصل فيها حاجة جديدة، تتحسن، ترجع تاني زي الاول. بس هو الفترة دي عايز هدنة، او عايز بريك شوية مع نفسه. عايز ان انتوا شوية تأجلوا الخلافات، تهدوا. شايفة ان هو هيحاول ان هو يغير من نفسه. انا شايفة ان انت هتشوف تصرفات جديدة الفترة الجاية. ممكن يعني هو كان بيتصرف معاك تصرفات ممكن كان فيها استفزاز، او كان فيها يعني مضايقة. فشايفة ان هو هيحاول ان هو يغير من نفسه، هتشوف تصرفات جديدة، هيحاول ان هو يغير من نفسه غير اللي كان بيعمله، لان هو عايز يتخلص من الطرف الثالث، عايز ينهي العلاقة دي علشان عايز يكون معاك لوحدك. وناوي يواجه ويدافع عن العلاقة. وشايفة ان هو كمان مش هيسمح بالتدخلات، هيوقف كل واحد عند حده. لان زي ما قلت لك هو عايز يكون معاك. مش ناوي يخذلك المرة دي. فانت لو خايف منه او قلقان منه زي كل مرة فاطمن. مفيش ضرر هيجيلك منه، بالعكس هو ناوي ان هو يوفي بوعوده، ناوي ان هو يغير حاجات كتيرة جدا، ناوي ان هو ياخد خطوات وتطورات جديدة للعلاقة. تمام. طيب حبايبي، دي كانت قراءتنا النهارده، اتمنى يا رب انها تكون عجبتكم. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو. باي باي.